السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر مذكور من قناة مذكورتك. النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة. السلسلة هتخليك تفهم الكمبيوتر بكل تفاصيله من أول المعالج لحد الكيس والباور وكل مكون جوه الجهاز. الهدف من السلسلة دي إنك تبقى فاهم الكمبيوتر مش بس كمستخدم لكن كحد عارف إزاي القطع دي بتشتغل مع بعض، وده هيساعدك لما تيجي تشتري كمبيوتر جديد أو تعمل تجميع أو حتى تحل أي مشكلة ممكن تقابلك. فركز معايا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تحط لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نبدأ. الكمبيوتر بقى جزء أساسي من حياتنا، سواء بتستخدمه في الشغل أو الجيمز أو التصميم أو البرمجة أو حتى مجرد التصور، لكن معظم الناس بتستخدمه من غير ما تفهم ازاي بيشتغل، وده بيخليهم يواجهوا مشكلة زي اختيار القطع غلط مع عند شراء الجهاز، وعدم القدرة على صيانة الجهاز أو معرفة سبب أي تهنيج أو مشكلة، وعدم استغلال الجهاز بأفضل شكل بسبب سوء التهيئة والإعدادات. في السلسلة دي هنكسر الحاجز ده وهنشرح الكمبيوتر ازاي بيشتغل بكل تفاصيله بشكل بسيط ومفهوم لأي حد حتى لو ما عندكش أي خلفية تقنية عن الجهاز. تعريف بسيط للكمبيوتر: الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني مصمم لتنفيذ عمليات معينة بسرعة ودقة، وببساطة هو عبارة عن مجموعة من المكونات اللي بتشتغل مع بعض عشان تنفذ الأوامر اللي أنت بتطلبها. المكونات الأساسية للكمبيوتر: الكمبيوتر بيتكون من هاردوير وسوفت وير، لازم نفهم الاتنين مع بعض عشان نعرف ازاي الجهاز بيشتغل. الهاردوير دي الأجزاء اللي تقدر تمسكها بإيدك وهي اللي بتحدد سرعة وأداء الجهاز، زي المعالج، العقل المدبر بينفذ عمليات وأوامر بسرعة رهيبة، وزي المذر بورد اللي هي اللوحة الأم الرابط بين كل المكونات بتوصل كل قطعة ببعضها، وزي الرامات الذاكرة المؤقتة بتحفظ البيانات اللي بيستخدمها الجهاز حاليا. كارت الشاشة المسؤول عن الجرافيكس، مهم جدا للجيمز والتصميم. والباور سبلاي مصدر الطاقة بيوزع الكهرباء على كل المكونات. والكيسة والتبريد الشكل الخارجي ودرجة الحرارة. ايه بقى السوفت وير؟ الهاردوير لوحده ملوش لازمة من غير السوفت وير، اللي بيشمل نظام التشغيل سواء لينكس او ماك او اس او ويندوز، هو اللي بيدير كل حاجة في الكمبيوتر. والتعريفات: البرامج اللي بتخلي الهاردوير يشتغل بكفاءة، والبرامج والتطبيقات زي المتصفحات والالعاب وبرامج التصميم والمونتاج وغيرها. ده السوفت وير. كده كل اللي احنا قلناه دلوقتي حاليا ده السوفت وير، واللي قبليه كان كل ده هاردوير، اللي هو الحاجه تكون ماسكها بايدك. الهاردوير حاجه انت ماسكها بايدك زي المعالج، زي المذر بورد، زي الكيس، كل ده هاردوير. السوفت وير اللي هو جوه الجهاز بقى، سواء نظام تشغيل او تعريفات او برامج او تطبيقات. ازاي الكمبيوتر بينفذ الاوامر؟ لما بتضغط على اي حاجه في الكمبيوتر بيحصل الاتي: ادخال بيانات سواء بالكيبورد او ماوس او اي وسيله ادخال. المعالج بياخد البيانات ويحللها وبينفذ الاوامر. التخزين المؤقت: الرامات بتحتفظ بالمعلومات اللي بيتم استخدامها. الإخراج: النتيجة بتظهر لك على الشاشة أو كصوت من السماعات. مثال بسيط: لما بتفتح لعبة المعالج بيشغلها، كارت الشاشة بيعرضها، الرامات بتحفظ المعلومات الجارية، والهارد بيخزن الملفات الأساسية بتاعتها. إيه اللي هنتعلمه في السلسلة دي؟ دي خريطة المواضيع اللي هنتكلم عنها خلال الحلقات الجاية. أول حاجة المعالج، إزاي بيشتغل وإزاي تختار الأفضل ليك. تاني حاجة المذر بورد، أهميتها وإزاي تعرف المكونات المتوافقة معاها. تالت حاجة الرامات والتخزين، إيه الفرق ما بين ال HDD وال SSD وأهمية الرامات. رابع حاجة معانا كروت الشاشة، إيه الفرق بين كارت نيفيديا و AMD وإيه هو الكارت عامة. خامس حاجة الباور سبلاي، إزاي تحسب احتياجاتك للطاقة. سادس حاجة التبريد والكيس، ليه التبريد مهم وإزاي تختار كيس مناسب. سابع حاجة نظام التشغيل، إزاي بيشتغل وإيه الفرق بين ويندوز وماك ولينكس. ليه لازم تفهم الكمبيوتر كويس؟ لو بتلعب ألعاب فهمك للهاردوير هيساعدك تختار افضل مكونات للاداء العالي. لو بتشتغل على الكمبيوتر هتعرف ازاي تستفيد من امكانياته بافضل شكل. لو بتخطط لتجميع PC هتقدر تختار القطع اللي تناسب احتياجاتك وميزانيتك. هتقدر تحل كل المشاكل ديت اللي ممكن تواجهك بدل ما تروح لمركز صيانة وتدفع فلوس كتير. دي كانت الحلقة الأولى من سلسلة احترف البي سي اللي هنتعلم فيها كل حاجة عن الكمبيوتر من ألف للياء. لو متحمس للسلسلة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عمر من قناة مذكورتك. أشوفك في الحلقة الجاية. سلام.